مرحباً، أنا معاك من أسترو مصر، قناة بنحاول فيها نفهم الأبراج مش من زاوية الصفات الجاهزة، لكن من زاوية نفسية أعمق، زاوية إنسانية. بنحاول نشوف الإنسان اللي وراء البرج، الألم اللي بيخبيه، الخوف اللي ما بيعترفش بيه، والحب اللي بيديه بصمت. النهاردة هنتكلم عن برج السرطان، وأنا عارف إن كتير مننا لما يسمع اسم السرطان أول حاجة بتيجي في دماغه حساس، عاطفي، متعلق، بيخاف من الفقد. بس الحقيقة أعمق من كده بكتير. برج السرطان مش برج ضعيف زي ما الناس بتتصور، ولا هو إنسان معلق بالناس علشان ما يعرفش يعيش لوحده. السرطان إنسان بيحب بعمق، بيحمي اللي بيحبهم بشراسة، وبيكتم ألمه علشان ما يوجعش حد. وده اللي هنحاول نفهمه سوا النهاردة. خلينا نبدأ من نقطة بسيطة لكنها مهمة جداً، الشخصية النفسية العميقة لبرج السرطان. برج السرطان مش مجرد شخص عاطفي، ده إنسان نفسيته مبنية على فكرة واحدة بسيطة لكن قوية جداً، الأمان. الأمان العاطفي بالنسبة له مش رفاهية، مش شيء كمالية، ده احتياج أساسي زي الهواء والمية. السرطان بيشوف العالم من خلال عدسة واحدة، هل أنا آمن هنا؟ هل الناس دي هتفضل معايا؟ هل الحب ده حقيقي؟ ولو حس إن الإجابة لا، بينهار من جوه بهدوء، مش بيزعق، مش بيتهجم، مش بيفضح نفسه قدام الناس، بس بينسحب، بيبعد، بيقفل على نفسه. وده اللي بيخلي ناس كتير تفتكر إنه ضعيف، لكن الحقيقة إن السرطان مش ضعيف، هو بس بيحمي نفسه بطريقته الخاصة. طيب ليه السرطان حساس كده؟ خلينا نقف شوية عند نقطة حساسة. لماذا يبدو السرطان حساساً؟ لأن السرطان بيحس بكل حاجة، مش بس بيسمع الكلام، بيحس بنبرة الصوت، بيحس بالصمت، بيحس بالنظرة، بيحس بالبعد قبل ما يحصل. السرطان عنده قدرة نفسية غريبة، بيعرف لما حد بدأ يبعد عنه حتى لو الشخص ده لسه موجود جنبه، بيحس بالتغيير، بيحس بالبرود، بيحس بالزيف، وده بيتعبه نفسياً بشكل رهيب. تخيل إنك عايش في عالم كل حاجة فيه بتوصلك مضخمة، كل كلمة ليها وزن، كل نظرة ليها معنى، كل صمت بيحمل رسالة. ده مش ضعف، ده إحساس مرهف لدرجة مؤلمة، والسرطان مش بيختار يكون كده، ده جزء من تكوينه النفسي. لكن في فرق مهم لازم نفهمه، الفرق بين الاحتواء والتعلق. عند السرطان بطبيعته محتوي، بيحب يحسس اللي حواليه إنهم آمنين، إنهم مش لوحدهم، إنه موجود ليهم. بس المشكلة إن السرطان أحياناً بيحول الاحتواء لتعلق، بيبدأ يحسوا إن وجوده كله مرتبط بوجود الناس دي، إن قيمته بتيجي من قدرته على إنه يكون موجود ليهم. وساعتها بيبدأ يخسر نفسه، بيبدأ ينسى احتياجاته، بيبدأ يتنازل عن حدوده، بيبدأ يقبل بأقل من اللي يستحقه علشان خايف يخسر الناس. والفرق بين الاحتواء والتعلق بسيط جداً. الاحتواء إنك تكون موجود لحد من مكان قوة، التعلق إنك تكون محتاج وجود الشخص ده علشان تحس إنك كامل. والسرطان لما بيقع في التعلق بيبدأ يدفع تمن نفسي غالي جداً. خلينا ندخل أعمق شوية. السرطان وعلاقته بالأمان العاطفي. السرطان مش بيدور على الحب بس، ده بيدور على الأمان، بيدور على إنسان يحسسه إنه مش هيمشي، إنه مش هيتغير، إنه مش هيسيبه. السرطان عايز يحس إنه لقى بيت، مش مجرد علاقة، بيت نفسي، مكان يرتاح فيه، مكان ما يحتاجش يتصنع فيه، مكان يقدر يكون نفسه من غير خوف. وعلشان كده لما السرطان بيحب بيدي كل حاجة، بيدي وقته، طاقته، اهتمامه، حنياته، صبره، بيدي من روحه، مش علشان هو ساذج ولا علشان ما بيعرفش قيمة نفسه، لكن علشان بيبني علاقة، بيبني مكان آمن، بيبني مستقبل في خياله. وطول ما هو حاسس بالأمان هيفضل يدي. لكن لو الأمان ده تزعزع، لو حس إن الشخص اللي قدامه مش مستقر، مش صادق، مش ملتزم، ساعتها بيبدأ الخوف. لماذا يخاف السرطان من الفقد؟ لأن السرطان مش بيحب، ده بيستثمر مشاعره، بيستثمر طاقته، بيستثمر ثقته. وكل ما العلاقة تكبر كل ما الاستثمار يزيد. وفكرة إنه يخسر ده كله، إن الشخص اللي كان بيت ليه يمشي، دي فكرة مرعبة بالنسبة له، مش علشان هو ضعيف، لكن علشان هو بيحس إن جزء منه هيضيع. السرطان مش بيحب بسطحية، ده بيحب بعمق مخيف، بيربط روحه بالشخص اللي قدامه. وعلشان كده الفقد بالنسبة له مش مجرد نهاية علاقة، ده موت نفسي. خلينا نشوف السرطان في الحب عن قرب. السرطان في الحب العطاء بلا حساب. لما السرطان بيحب بجنون هادي، مش بجنون صاخب ولا دراماتيكي، لكن بجنون عميق وصامت، بيفتكر التفاصيل،
بيلاحظ التغييرات، بيحس بالاحتياج قبل ما الشخص ينطق. السرطان في الحب بيبقى أم، أب، صديق، حبيب، كل حاجة في شخص واحد. بيحاول يوفر الراحة النفسية اللي هو نفسه محتاجها. بس المشكلة إن السرطان أحياناً بيدي أكتر من اللي بياخد، بيدي من غير ما يطلب، بيصبر من غير ما يشتكي، بيسامح من غير ما يتكلم. وده مش نبل دايماً، ده خوف إن لو طلب الشخص يحس إنه تقيل، خوف إن لو اشتكى الشخص يزهق منه، خوف إن لو قال أنا تعبت الشخص يمشي. وعلشان كده السرطان بيفضل يدي لحد ما يفضى. طيب إيه الخوف الحقيقي اللي جوه السرطان؟ خوف السرطان الحقيقي غير المعلن. السرطان مش خايف من الوحدة، ده خايف من إنه يكون موجود وفي نفس الوقت وحيد. خايف يكون في علاقة ويحس إنه غريب، خايف يدي كل حاجة ومحدش يلاحظ. السرطان خايف من اللامبالاة، من البرود، من الصمت اللي مش مفهوم. خايف يفتح قلبه ويلاقي رد فعل فاتر. خايف يقول أنا محتاجك ويسمع أنت حساس زيادة. ده الخوف الحقيقي، مش الفقد، لكن إنه يكون موجود ومش محسوس. السرطان تحت الضغط النفسي. لما السرطان بيتعرض لضغط نفسي بيتحول لشخص تاني، بيبدأ ينسحب، بيقفل على نفسه، بيبقى صامت بشكل مخيف، مش علشان زعلان بس، لكن علشان مش عارف يعبر. السرطان تحت الضغط بيحس إن الكلام مش هينفع، إن محدش هيفهم، إن الأحسن يصمت. وده بيخلي الناس حواليه يفتكروا إنه بيعاقبهم، لكن الحقيقة إنه بيحمي نفسه من إنه ينفجر، من إنه يقول كلام يندم عليه، من إنه يوجع حد هو بيحبه. السرطان تحت الضغط بيختار الصمت على الفوضى. لماذا ينسحب السرطان بدل المواجهة؟ لأن السرطان بيخاف من المواجهة، مش علشان جبان، لكن علشان عارف إن المواجهة ممكن تكشف حاجات هو مش مستعد يسمعها. ممكن يسمع إن الشخص فعلا مش مهتم، إن الحب فعلا خلص، إن العلاقة فعلا انتهت. والسرطان بيفضل يعيش في الأمل على إنه يواجه الحقيقة المرة، بيفضل ينسحب بهدوء على إنه يسمع كلام يكسره. وده مش هروب بالمعنى السلبي، ده حماية نفسية. السرطان بيعرف إن في حاجات لو اتقالت مش هيقدر يرجع منها. لحظة الانكسار عند برج السرطان، في لحظة معينة في حياة كل سرطان بيحصل انكسار. اللحظة دي مش لما حد يسيبه، اللحظة دي لما يكتشف إن كل اللي كان بيديه كان في اتجاه واحد، لما يكتشف إن الحب اللي كان بيعيشه كان وهم، لما يكتشف إن الأمان اللي كان بيحسه كان مبني على رمال. اللحظة دي بتغير السرطان للأبد، مش بتكسره بس، بتعلمه إن الحب لوحده مش كفاية، إن العطاء لوحده مش كفاية، إن النية الحلوة مش كفاية. بتعلمه إنه لازم يحمي نفسه، إنه لازم يحط حدود، إنه لازم يختار نفسه أحياناً. ماذا يفعل السرطان عندما لا يقدر؟ السرطان لما ما يتقدرش بيصمت صمت مؤلم. مش بيقول أنا زعلان، مش بيقول أنا تعبت، مش بيطلب تقدير، بيصمت وبيبعد. بيبدأ يقلل من عطائه، بيبدأ يحمي طاقته، بيبدأ يبني حيطان، مش علشان بيعاقب لكن علشان بيحاول ينقذ نفسه. السرطان لما بيحس إنه مش متقدر بيبدأ يموت ببطء من جوه، وبدل ما يموت قدام الناس بيختار إنه يبعد. السرطان والانسحاب العاطفي، الصامت. الانسحاب العاطفي عند السرطان مش قرار واعي، ده رد فعل نفسي تلقائي. لما السرطان بيحس إن العلاقة مش آمنة جسمه النفسي بيبدأ ينسحب تلقائياً، بيبدأ يحس ببرود، بيبدأ يفقد الحماس، بيبدأ يحس إن الشخص اللي قدامه بقى غريب، مش علشان الحب خلص لكن علشان الأمان خلص. والسرطان من غير أمان ما يقدرش يحب. الفرق بين السرطان الناضج والسرطان الجريح، السرطان الجريح بيتعلق، بيخاف، بيتشبث، بيدي أكتر من طاقته، بيقبل بأقل من اللي يستحقه. السرطان الناضج بيحب بوعي، بيحب بحدود، بيحب من مكان قوة مش احتياج. السرطان الجريح بيشوف الحب كحل لكل مشاكله. السرطان الناضج بيشوف الحب كإضافة الحياة هو أصلاً راضي عنها. الفرق كبير، والرحلة من الجرح للنضج رحلة طويلة ومؤلمة، لكنها رحلة ضرورية. لماذا يساء فهم برج السرطان دائماً؟ لأن الناس بتشوف حساسيته وبتفتكرها ضعف، بتشوف صمته وبتفتكره كبرياء، بتشوف انسحابه وبتفتكره لامبالاه. السرطان بيتساء فهمه لأن الناس بتحكم على السطح، ما بتشوفش الألم اللي جوه، ما بتشوفش الخوف اللي بيخبيه، ما بتشوفش المجهود النفسي اللي بيبذله علشان يفضل واقف.
السرطان مش محتاج شفقة، ده محتاج فهم، محتاج حد يشوفه مش يحكم عليه. أكتر شيء يحتاجه السرطان ولا يطلبه السرطان محتاج حد يطمنه، حد يقوله أنا هنا ومش همشي، حد يحسسه إنه آمن، إن مشاعره مش عبء، إن وجوده مش تقيل. السرطان محتاج حد يشوف العطاء اللي بيديه ويقدره، محتاج حد يفهم صمته ويسأل عليه، محتاج حد يمسك إيده في اللحظات الصعبة ويقوله أنا معاك. بس السرطان نادراً بيطلب ده، بيستنى، بيتمنى، بيأمل، لكن نادراً بيطلب. وفي الآخر كيف يبدأ السرطان رحلة الشفاء النفسي؟ الشفاء بالنسبة للسرطان بيبدأ لما يفهم حاجة واحدة، إن قيمته مش في عطائه، إن وجوده مش مرتبط بوجود حد تاني، إن الأمان الحقيقي مش في علاقة، ده في نفسه. السرطان لما بيبدأ يبني أمانه الداخلي بيبدأ بيتحرر من الخوف، من التعلق، من الاحتياج المرضي للناس، بيبدأ يحب نفسه، يحترم حدوده، يختار نفسه، وساعتها بيبقى قادر يحب الناس من غير ما يخسر نفسه. الشفاء مش معناه إن السرطان يبطل يحس، الشفاء معناه إنه يحس لكن يحمي نفسه في نفس الوقت. برج السرطان مش برج ضعيف، ده برج قوي بطريقة مختلفة. قوته في قدرته على الحب رغم الألم، قوته في قدرته على العطاء رغم الجرح، قوته في قدرته على إنه يقف تاني رغم إنه اتكسر مرات كتير. السرطان إنسان استثنائي بس محتاج يفهم نفسه ويحمي نفسه ويختار نفسه. لو أنت من مواليد برج السرطان، عايز أسألك سؤال: إمتى آخر مرة اخترت نفسك قبل ما تختار غيرك؟ شاركنا تجربتك في التعليقات. إحنا هنا في إسترو مصر، أسترو مصر، علشان نفهم مش علشان نحكم. شكراً إنك كنت معانا.